ازيك؟ لو سألتك ضغط المية والبخار بتاعك كام بار هتعرف تجاوب ولا شغال أي كلام؟ أنا بقى هقولك، في ماكينات الإسبريسو المية بتعدي على القهوة بضغط عالي حوالي 9 بار. الضغط ده بيستخرج الزيوت والنكهات بسرعة وكفاءة، وده اللي بيديك شوت غني بالكريمة وطعم مركز. طب في حالة لو الضغط قليل الاستخلاص هيبقى ضعيف وطعمه باهت، ولو الضغط عالي زيادة القهوة هتطلع مرة وتقيلة زيادة عن اللزوم. عشان كده التسع بار هو السويت سبوت، إلا في حالة لو اتغير ضغط البار ده بقصد معين من الباريستا نفسه. ونيجي بقى للبخار، ضغط البخار بيكون اقل وبيكون من 1 ل 2 بار، بس السويت سبوت بيبقى من 1.2 ل 1.5 بار. ده اللي بيديك بخار قوي لكن متحكم فيه، فتقدر تعمل مايكروفوم ناعم وكريمي مثالي للاتيه ارت. لو النسبة اقل من كده هيبقى فيه فقاقيع كبيرة وفوم ضعيف، ولو اعلى اللبن ممكن يتحرق بسرعة وصعب تتحكم فيه. باختصار انت لازم تبقى عارف الارقام دي وتعرف كمان توظفها، غير كده انت شغال وخلاص. ولو وصلت لحد هنا اثبت وجودك بكلمة اروما، ما تنساش تشوف اللينك اللي في البايو. وبس كده، انا احمد ودي اروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف اكتر عن القهوة ومجالاتها.